اتجوزتي وسددتي وربنا كرمك وبقى عندك ذكرك. عايزه ايه تاني من الحياه؟ ليه كل يوم تنكدي على الراجل؟ تكسكيوز مي، فهميني، مش قادره افهم حقيقي. ليه كل يوم انت اتغيرت؟ لا، ما بقتش بتحبني. هو احنا الفجر ركبنا من قليل؟ الكليب بتاع النهارده يبدأ بسؤال مهم ألا وهو محدش بيحبني ليه؟ مع إن الإجابة واضحة خالص. محدش بيحبني ليه؟ الإجابة واضحة يا جماعة، بس لازم برضه نحط حلول. الناس مش بتحبها ليه؟ هل هي ضد الجاذبية؟ محدش بيحبني ليه؟ هو أنا ضد الجاذبية؟ ضد الجاذبية إيه؟ ده نيوتن نفسه استوحى نظرية الجاذبية منك. بس يا جماعة أنا عاوز أسأل سؤال للرجالة. الرجالة جرالهم إيه؟ الجاذبية؟ هما الرجالة جرالهم إيه؟ اتعموا في عينيهم؟ أكيد طبعا الرجالة اتعموا في عينيها، بس أنا عايز أقول لها إن الرجالة بعد ما شافوكي جالهم ملل. عندي ملل، أنا عندي ملل، أنا عندي أيوة طبعا أنا عندي. بس نصيحة ليكي، بدل ما كل شوية تسألي محدش بيحبني ليه، قولي لنا إيه هي مواهبك العظيمة اللي تخلينا نحبك؟ موهبة واحدة من مواهبك. ده أنا حتى بنام والشيشة في إيديا. ده أنا حتى بنام والشيشة في إيديا. إيه يا جماعة؟ ده مش بتسيب الشيشة من إيدها خالص. حلوة قوي. ايوه طبعا، انا ذات نفسي شفتها بعينيا ده الهمه وهي هتشرب شيشه وحزينه جدا ان مفيش حد هيحبها. اها يومتين نسهر الصباح انا والهموم وياك. يومتين نسهر الصباح انا والهموم وياك. انا عايز اقول لك احنا اتفرجنا على الفيديو بتاعك ليه؟ ليه؟ وبعد ما عرفنا الموهبه الاولى شرب الشيشه بالليل، الموهبه الثانيه ايه بقى؟ ركزوا بقى في الموهبه الثانيه. أنا مش بزعانف، لا أنا بشفايف، وبعرف أبوس كده أهو. يا سلام، هو ده طبعا يا جماعه. بتعرف تبوس، ومش اي بوس كمان، بتعرف تبوس كده اهو. كده أهو. لا هما كده مش بيبوسوا، ده هو كده بياخد لها فتله كده أهو. يا جماعه يبقى كده عندها موهبتين. الموهبه الاولى شرب الشيشه، ليه؟ والموهبه الثانيه تعرف تبوس. وتبوس ازاي؟ كده أهو. يبقى بعد ما انها بتشرب شيشه وبتعرف تبوس، يجي السؤال الرهيب: محدش هيحبها ليه؟ محدش بيحبني ليه؟ طبعا يا جماعه. المهم ننتقل للفيديو الكليب الثاني اللي مجهزه عوضين. ما تبصي في ايدي وتورم بتكسف، جسمي حساس وبيورم هتكسف. يا عم قالت لك هتتكسف. بتكسف. ايوه يا عم، جسمها حساس وعيورم وهتتكسف. جسمي حساس وبيورم هتكسف. بص بلاش تبوس، احضن على طول. استنى. بس انا ملاحظ يا جماعه الواد اللي معاها ده نيته مش سليمه. ايوه لئيم. هم الشباب كده هو يبداوا ببوس الايد وينتهوا بايه؟ النية باينة بعد ايدي، عايز تبوسني من خدودي. لا 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 ده انت قديمه قوي. ايوه هو يبدا بالايد ويبوس في الخد دي من سنه 1970، لكن دلوقتي من الايد بعد كده بيخلفوا. يا محنك، لازمك شي تاني غير البوس تقبريني. ايه اللي انا بقوله ده يا جماعه؟ سامحوني، عوضين والله هو اللي كاتب ان انا اقول كده هو يعني، فاللي عايز يشتم في عوضين مش في انا يعني. المهم انا كده خلصت الفيديو. ارجو انك انت تكتب كومنت، اكتب كومنت حتى لو بتكسف. يا سيدي اكتب كومنت وانت مغمض عينيك لو بتتكسف. المهم اكتب كومنت، حط لايك واكتب كومنت، ولأول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس. وكنتم مع مستر سيد. اتجوزتي وسددتي وربنا كرمك وبقى عندك ذكرك. عايزه ايه تاني من الحياه؟ ليه كل يوم تنكدي على الراجل؟ تكسكيوز مي، فهميني، مش قادره افهم حقيقي. ليه كل يوم انت اتغيرت؟ لا، ما بقتش بتحبني. انت ما بتخرجنيش ليه يا اختي؟ ما انت كنتش قاعده مرزوعه في بيت اهلك شبه الصباره، الكل كان بيخاف يقرب منك لا يشوك. في ايه؟ احمدي ربنا على النعمه اللي في ايدك. روشي يوم اصفر، يوم اخضر، يوم احمر، اعملي له كده شويه حركات، تلاقيه معدي في الصاله زنقيه، بوسي، حرشي بيه. هيتبسط يخشي في الحاجات دي. الرجاله تاكلي عقلهم بلبايه، وقت قشري اللبايه كده وتديهم القشره وتاكلي انت اللي جوه، يتبسطوا. ولا الاهتمام يا اختي، اهم حاجه الاهتمام.